تدرسي؟ بدي هلا بدك تدرسي؟ تخيل انت بدك تاكل. شيل المخدة رجع لهونيك. يلا شوف. المخدة خبطتهم فيها. وانت خبطتهم. بس ما صبتون. يلا حطها محله. هذا بابا مو؟ شو جرب هذا عم يحك الكلب. لما دخلتنا مشان تعبانة حطيتهم هون. فاجئني هيك سنة. كانوا معه؟ لا كانوا هون. ايه هاي ما اتركهمش بس مو متعب حطيتهم ودخلت على غسالتي. ايه ها ماما برافو. ايه برافو حط المخدة. ايه بيعلقوا الشريط الاولاد بهذا اللي عملوه. ماما بابا. ايه تخيل هيك صار يحب يفاجئني يعمل ايه شد اسرع. انا خذني على يعني انا شد افاجئك. كنت مفاجأة. انا من الصبح واقفين على يعني جرينا مريم ما لها سوابق يعني. كسرنا. مريم مرة شقت له اخراج قيد لهيك. اخراج قيد. جلطتني ضليت لبين ما اجى من سوريا جبته وهاي وما بدهم حصرا الاصلي لحتى يتصدق من هون من الاماراتيه ولا وين بأربيل. بدي اصدقه بأربيل كمان. وصل ومسكته مريم ومسحت معي هالمسحه. اخرتني اسبوع. طلعته من سوريا لبين ما بعثوا لي على اربيل لبين ما تروح تاخذ معه تصدقه. كان بالدرج تبع هاي متت تبعية التي في عرفتها بأربيل. مريم جننتني. مريم كان كل يوم عندها شغل. تقوم الصبح تنزل الخزاين كلها الثياب كلها تنزلها على الارض اذا بتتذكر والشراب. اعملي بدك اياه. خلصتي نمتي يلا انظر. والله بدهم اياه. كل الاولاد هيك كلهم بيقوموا بيستكشفوا بيفتحوا الخزاين بيعملوا هيك بيشقوا. يعني عارف هلا مثلا اذى الاولاد عندهم مشكله بدرج الجرابات. حصرا درج. وانا بدنا نوش اتخانق على جرابي تكون ميرو خافيته. عن جد تعي سنفوره. نوش فارطه على الاخر فارطه يا حرام. وصدفه اليوم لازم نروح على السفاره. شوف اذا اخذت الدواء اكيد طلعت تنام. اكيد اعلنت اختفاء. مو اعلنت اختفت فجأة. فاكيد راحت تنام. بشوفها راحت تنام بدون دواء. لا والله لا يوجد احد. عزيزتي هل اخذتي الدواء؟ اين دواء؟ دواء تمام. بيقولوا له بعد رشح؟ اخترعوا دواء للرشح. لا لسه ما اخذت ولا شيء. ليش ما اخذتي ولا شيء؟ هلا بقوم في جايب. انا عامل حساب دائما 3-4 علب حاططهم بنادول اورنج هون. دائما هاي الصيدليه اللي عنا عرفتوا كل شيء فيها. اطلب وتمنى. لسه في كمان ما بعرف في بقلب العلبه هون كل شيء عنا من جميع انواع الفيتامينات. شو بدكم؟ الزنك الاعصاب بدي وحده مالتي فيتامين بس هيك ما بتنام. ننوش هاي تبع النساء. انت الفيتامين د من ايمت ما اخذتيه؟ ايمت اخذت الابره اخر مره؟ من شهرين. لازم مو هاي لازم كل شهر تاخذي الابره اذا ما عم تداومي على الحب. شهر. طب خذي حب وكل اسبوع حبه مو احسن لك؟ دواء الحديد نسيانته لا اتذكر حب. ايوه ايه منيح وافي. يلا منيح خليكي لنشوف. ختيري بكير لقلك ختيري. هلا كان ما بيهتم بيشوف صحته فيتاميناته كولاجينه كوليسترولو كله هذا بيخلي الواحد يختير. وين شو شايفين هذا الفيتامين دي؟ هذا انا ما عدت اخذت لانه صار عندي زياده. صار طلع قد ما اخذت من بلتزم انا. هي لو تاخذ كل اسبوع حبه من هاي بس بشرب مي كثير. هو مشان كمان مشان الكلاوي هي بدك تلحق له مي. فاحسن من ابره كل شهر تصطفل. هي لا المشكله ما عم تاخذ حتى الابره. وين شو كنت بدي اعطيها انا؟ شو كنت بدي اعطيك؟ ايه البنادول. سنود وشوي من الفطاير. اوكي تمام. تعالوا نشوف كتب شو درس اليوم في يوم مريم الاسبوع. انه انا ما بكفي راسي عم يوجعني وجاني الدكتور ريتشو. هلا بعرف انه هو خايف علي وعلى صحتي وكذا بس انا حدا قلتوا لي لا تقولوا لي دواء. قلتوا لي لا تقولوا لي لانه مش داومي على دواء يومي. انا حبوب مش قد متعبيني نفسيتي بسرعه. عم بتذكر اخذ حبه الدواء حبه وحده وبدياني انا لازم اخذ كنت ابره فيتامين د. صار يمكن شهر اكثر شهرين يمكن. قال لي خدي حبه كل اسبوع.
قلت له انا حب الحديد ما اخذته اول فتره وخلص يعني انه قلت لك اليوم كثير متعب بس يستحق التعب والعناء يعني اكيد كل شيء بيهون على جيد بابا وماما. المهم خلصنا الاوراق بخير وسلامه. وانا يعني شوفوا كيف صرت انه انا اليوم امبارحه بلشت الرشح واليوم اول يوم بيكون متعب ف منيح لي ضاينت اليوم وخلصت الاوراق. لازم اكون موجوده لانه انا اللي راح اعمل اكفي الاوراق يعني لو القصه على شو حرام ما بياخذني بس انا لازم اكون موجوده لحتى اكفي الاوراق. المهم خلصناهن هاي اهم شغله. هيك بس خدوش سريع تعب هيك ترتاحوا بعد الدش. طبعا ما حممت شعراتي لانه ما بدي حمام مرتين باليوم يعني عرفتوا. لانه انا حتى لما بروح على الصالون مثلا بعمل شعراتي اذا حممت واذا حطيت ماسك وهيك لو شعراتي مستشورين بس اجي على البيت لازم اتحمم. انا ما بحسن انام اذا ما تحممت. اذا شعري اذا ما بحسن. والمشكله هو هلا بعرف حتى انه نوج غلط وما بصير نامي وشعراتك مي شمل بهالخصله اللي فينا والله يعني قليل قليل ما نشف شعراتي قبل ما انام. بحب نعمل شعراتي تطفيل مين مثلي. هو بعرف انه ما منيح خاصة انا بعاني من وجع كتاف ورقبة بس انه شو؟ هلا هو مسكر بيريح يعني ما بيطيب. ما منطق. مسكي قال لي اجاني مسكي راسي. شو اجاكي؟ اجاني الدكتور ريتش. يلا افتحي يا الله. المس دقائق وسوف تأتي. نقعد نعمل قهوة. اعمل لها قهوة هي بتشرب قهوة غريب. انا حاخذ قهوة تيجي المس ما بعرف صار متى بلشت كيف تيجي المس. امسكها بايدي ما غسلت ايدي ولا لا شيء. ايدي نضاف انا لا اخذتوش سريع كمان. تنتين كل 6 ساعات. ماشي كل 6 لا ساعات. كل 8 ساعات. كل 8 ساعات ماشي ماشي. انا بعرفك كذابة ما راح تاخدي. بعرفك انا حافظانك. ماشي يا رب ما انعدم يا رب ما انعدم. قرب بعد. لا ست راسي لا هربوا لا تنعدوا انتوا. اذا عطست قدامكم ما دخلني. المهم تعالوا نرطب الشفايف. اول شي خلينا نشيل هذا اللي ما راح. بدي انزل احط لي قهوة باردة بالفريزر. المس دقائق وسوف تأتي. نقعد نعمل قهوة. اعمل لها قهوة هي بتشرب قهوة غريب. انا حاخذ قهوة باردة ما بدي اشرب نسكافيه. فميرو اليوم اول درس رح تبلشه مع المس مشان الانجليش. تأسيس اهم شي يكون صح. هلا اكيد رح تابع معي رح اكون معي بكل شي اكيد يعني بس ما بريد انه تتأسس غلط او شي لانه ما شاء الله كل المواد هون انجليش. ما في عندنا غير العربي والاسلامية بس عربي والباقي كله انجليش. لازم تتأسس مزبوط في الكلمات وهيك. لو قد ما ترجمت وقد ما حاولت اني اساعد انا بقدراتي طبعا. نحن الامهات على طول عندنا قدرات نحاول نستخدمها لاولادنا قد ما فينا نستخدم من قدراتنا وطاقتنا لنساعدهم بكل شيء بحياتهم. بس لما نحس حالنا انه مثلا ما قادرين نعطيهم الشيء الصح فاكيد رح نوقف يعني. فكرمال هيك بصراحه موضوع التأسيس يعني انا كنت بالبداية انه بدي انه انا اكمل معه. قلت خلينا نجرب اول اسبوع. بعدين طلعت انه شغله متعبه ترجمه وحط وساوي وغير هيك ممكن انه حتى اللفظ ممكن يختلف وهيك. فقلت لا خلينا ببر الامان احط المس لانه ما شاء الله عندي ثقة فيها كتير كبيرة. لانه شفت نتائج على ايدها كتير حلوة. فلهذا السبب هي رح تستلم ميرو. تأسيس ما شاء الله لازم يكون توب التوب. انه مريم نوع اللي بتلقط بسرعه بهذا العمر بيلقطوا بسرعه. فمشوا نحط القهوه بالفريزر. نبلش نغلي القهوه الثانيه. ما بعرف اذا بلحق افتح لكم شيء مطلبي قبل ما تيجي المس ما بعرف. انا على دوري بتذكر حطيت اول انسه كان الي بالصف السابع انسه فرنسي. وبعدين انا هون طبعا كان صار لي سنتين موقفه دراسه بسبب الحرب وهيك. فاللي صار انه حطيت انسه فرنسي انه كنت عم بدرس فصل تاني. لما طلعت انا بلشت بالسابع ما درسته من بدايته. درسته فصل تاني. قدرت اجيب انه هي
تكملة الدراسة شو بسوي التسلسل الدراسي يا ربي، اني انا درست للصف السادس ونجحت، يعني انا اخذت السابع بس بسبب الظروف. شو عمري؟ ناكل. بدك تاكل؟ ايه. هلا شاورما. بدك شاورما؟ لا تسالي بقى عن الشاورما والبيتزا وهدول الاشياء. وقت اهلي حطوا لي انسة فرنسي وحطوا لي استاذ رياضيات. هلا حكوا لنا انه انت شاطره بالرياضيات، ليش حطيتي؟ حقلكوا ليش؟ لانه انا درست السابع فصل ثاني، تمام؟ فبالسابع شو بيدخل عندنا؟ الهندسه والجبر. الهندسه والجبر يعني انا ماني اخذ منه ولا اي شيء، فطبيعي حيكون كل شيء جديد علي وعندي تراكمات ماني فهمانه شيء. فلهيك بوقت اهلي حطوا لي استاذ الرياضيات، حطوا لي مثل للفرنسي لانه كان بالسابع عندنا بيدخل مادة الفرنسي، فانا ما كنت بعرف منه ولا اي شيء. على فكرة خطي بالفرنسي. ماما تمانية. بدك مية ماما؟ اشرب ميتك. ميرو بالبداية قال لي ريتشو انه خلينا نحط الماس رهف وكذا وتكون هي معه وتأسسها صح وكل شيء، فخليني احاول. رح شوف، قال لي كله انجلش رح يكون عليك صعب. على فكرة انا حتى الجروب مريم يعني تبع الجروب تبعها بالمدرسة كله انجلش، بقضي ترجمة. هلا شوفوا، لما كانت المس تعطي دروس للأولاد، مو رجعت أسسهم بالإنجليش وكل شيء، مجرد ما شفت القواعد عيوني ضووا. أنا شوفوا بابا بيحكي إنجليش تمام، كتير حاول معنا نحن وصغار إنه يحادثنا بالبيت، بس أنا وعندي أخوي نكره شيء اسمه إنجليش. ما بطيء مادة الإنجليش أبدا أبدا أبدا. 10 أيام تمام. كان عندنا مقابلة على سويسرا وما تمت، وطلعنا بلبنان عايشين أنا وأهلي. فالمهم بعدين صايرة بعشق لون البني، شكلي رح غير من أبيض أسود إلى بني وتدريجات البني بس. أو إيش الجهان بدي أورجيكم. أو عشرت إنه خلينا نحط الماس رهف وكذا وتكون هي معه وتأسسها صح وكل شيء، فخليني أحاول. رح شوف، قال لي كله انجلش رح يكون عليك صعب. على فكرة انا حتى الجروب مريم يعني تبع الجروب تبعها بالمدرسة كله انجلش، بقضي ترجمة. هلا شوفوا، لما كانت المس تعطي دروس للأولاد، مو رجعت أسسهم بالإنجليش وكل شيء، مجرد ما شفت القواعد عيوني ضووا. أنا شوفوا بابا بيحكي إنجليش تمام، كتير حاول معنا نحن وصغار إنه يحادثنا بالبيت، بس أنا وعندي أخوي نكره شيء اسمه إنجليش. ما بطيء مادة الإنجليش أبدا أبدا أبدا. في منكم مثلا بيسألني إنه ليش ما كفيتي دراستك؟ شو السبب ما خلاك تكفي؟ بغض النظر إنه مثلا لما سافرت من سوريا أنا وأهلي على لبنان، طلعنا 10 أيام تمام. كان عندنا مقابلة على سويسرا وما تمت، وطلعنا بلبنان عايشين أنا وأهلي. فالمهم بعدين صار نصيب وتزوجت، فإنه يلا ورح نسافر ورح كذا وما بعرف شو، وجربت. فهمتوا كيف؟ فأنا تركت يعني وصلت لكم للتاسع قبل الامتحانات النهائية تبعيد السنة، سافرت على لبنان أنا وأهلي الماس. المهم احكي لكم انا طالعه افتح لها، ما في مشكله. هي روكسي وين طالعه افتح لها؟ عمو ليش دقت لي؟ ب 16/4 سافرنا انا واهلي من سوريا على لبنان، على اساس اوكي كان باطل في المقابله، وبعدين انه اجى رفض، وبعدين رجعنا عملنا استئناف. المهم هذا عرفتوه. ففي كتير من مثلي يعني انه طلعوا بغرض سفر وما سفر وهيك مقابلات. طبعا عادي، في عالم كفت دراستها وفي عالم ما كفت دراستها، يعني هذا الشيء توفيق من رب العالمين كمان. فالظروف وهيك ربنا كان كاتب. فلما يعني انا انه لحظت اني ارجع ادرس، احس حالي مثلا اقعد ادرس مع الاصغر مني، او مثلا اذا بدي اقدمها حره وهيك، حسيت انه صعب علي. اهلين والله اشتقنا لك، يا اهلا وسهلا. عيب للاسود، راح البلد تفضلي. يلا رح اعمل قهوه ونطلع. لا تخافي، خفيت اول شيء. كان احمد وايه عم بس دق الباب المس دغري، ايه من غير شري علي. فكانوا هن دغري دخلوا روكسي، فانا عمو ليش دقت لي؟ بعدين استوعبت
انه ركسي معش اليوم فايقة بكير وراسي والله رح يفقع. عمل قهوة وجاي. بدك جولد ولا غلي؟ مات. شايفين شد؟ في منه. يحكوا مع المسعى بيقولوا احمد سافر، ايهاب سافر، يا الله يا اميرو. لا رح ندرس في غرفة الاولاد مش هالمكتب لانه ما في شغل التكييف. بس شغل التكييف. شو بدك تورجيها للمس؟ شوفي نحن عندنا كتب كتير وعندنا كتير دراسة. أنا صارت كبيرة. انا صح. سويلكم اوتفيت. حولي إذا وقع التليفون كلنا هون. شو؟ اوكي مام بس نحن كتبنا ما بنزتهم بالارض. خديهم لشوف. ورجيني اياهم. عم تورجيك اياهم يا هيك اللي بدي. شفتي لي مكتب السنفور؟ شفتي لي مكتبه ايش قد كيوت وزغطوط؟ شفته. هات هاد لك. هات يا عمري. هات يا حبيبي. تعال عدلهم تعال. ماما هل اليوم تجي مس حبسني؟ شو؟ هل اليوم تجي مس أدرس؟ كل يوم بدك المسج تدرسي؟ كل يوم تهلي. يا عمري خلي لي الشطورين انا.